سنلقي نظرة هنا عن لاعب من أروع لاعبي خط الوسط على الإطلاق، سواء في هذه الحقبة الزمنية أو كونه من أروع لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم. فأغلب لاعبي الوسط في العالم رائعين ويمتلكون إمكانيات رائعة جدا، ولكن ما يميز مودريتش عنهم هو سحره الخاص ورونقه الخاص به، وسوف نبين ذلك في النقاط التالية. أخلاقه كلاعب، لا يمكن لأحد أن يشكك في أخلاق مودريتش كلاعب، فبكل تأكيد يمتلك أخلاقا راقية ورائعة جدا، حيث لا نجده إطلاقا يدخل في مشاحنات مع أحد لاعبي الخصم لأي سبب مهما كان، ولم نسمع إطلاقا عن قيامه بسب أحد مسبقا لأي سبب كان، ونجد رده فعله على مثل هذه المواقف من اللاعبين تجاهه هادئة جدا وبعيدا عن أي ردة فعل مشينة، كما أنه لا يتعصب إطلاقا في حالة قيام أحد اللاعبين بالدخول عليه بخشونة زائدة مقارنة بردة فعل أغلب اللاعبين، كما أنه مثال رائع لأسلوب اللعب النظيف، حيث يتسم أدائه بالتدخلات الهادئة جدا وعدم محاولته إيذاء أحد، محاولا تفادي إصابة أي لاعب ومتجنبا للبطاقات الملونة، فبكل تأكيد لاعب خلوق جدا. إبداعه كلاعب، إن أردنا البحث عن لاعب مبدع فبكل تأكيد سيكون خيار الجميع واحد، وهو مودريتش، حيث يمتاز كل أدائه وتحركاته ولمسته للكرة بإبداع وسحر كبيرين، ولذلك لقب بالساحر بسبب ما يقدمه من إبداع في طريقه لعبه، حيث يمتلك لمسة رائعة جدا في لعب الكرة بوجه القدم الخارجي، أو عندما يقوم بالمناولة بعرض الملعب إلى أحد أصدقائه، أو عندما يقوم بالمراوغة، حيث يقدم لحن خاص خلال مراوغاته للاعبين، حيث يقوم بفعل أشياء غير متوقعة تمتاز بالجمالية والروعة مع وجود بساطة وانسيابية عالية في تطبيقها. فهو بكل بساطة لاعب يمتعك عندما تشاهده في الملعب بكل بساطة ممكنة، وها مهارة صعب وجودها لدى معظم اللاعبين. قدرته الذهنية، لاعب كمودريتش لا يحتاج برهان على ذكائه كلاعب أو قوته الذهنية، فمن خلال أدائه يتضح أنه يمتلك قوة عقلية كبيرة جدا، سواء كان ذلك على مستوى اللاعب في الميدان أو المواقف المتغيرة أو ردة الفعل، حيث نجده ذكي جدا في التحكم في الكرة، ذكي جدا في التصرف فيها بطريقة صحيحة، ذكي جدا في التعامل مع الخصم، ذكي جدا في التحرك، فكل أدائه يتسم بفطنة عالية جدا، بالإضافة إلى حضوره الذهني دائما، فنجد دائما أدائه يتسم بهدوء عال جدا ولا يتعصب إطلاقا أو يفقد تركيزه حتى في أصعب المواقف، فأنا لم أره إطلاقا في حالة عصبية، حيث يتسم أدائه بالهدوء والثبات دائما رغم ما يمتلكه من حماس زائد وروح عالية جدا في الملعب. أدائه التكتيكي يمكن وصف ما يقدمه من أداء تكتيكي في الملعب بأنه كتلة سيطرة على وسط الملعب والتحكم فيه وفي رتم الأداء بطريقة رائعة جدا، حيث يعطى فريقه قوة في عملية السيطرة والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب والتحكم فيها كيفما أراد، كما أنه يمتلك قدرة كبيرة في عملية الصعود بالكرة من الخلف وضرب خطوط الخصم وتحويل فريقه من الحالة الدفاعية إلى